طبعا بعد الفوز النهارده على النادي المصري 2-0، واللي هي كانت مباراة مفصلية ومهمة جدا في مشوار النادي الأهلي في الدوري. وبجد بعد ما الأهلي حسمها النهارده بيرجع للمركز التاني برصيد 11 نقطة، متساويا في عدد النقاط مع صاحب المركز الأول نادي الزمالك ب 11 نقطة. بس ليه مباراة مؤجلة مع سموحة، إن شاء الله الأهلي يكسبها ويبقى 14 نقطة في المركز الأول متصدر، لأن هو الفريق الوحيد اللي ما لعبش إلا 5 ماتشات فقط، ولغاية دلوقتي عنده 11 نقطة متساوي مع المركز الأول. ويعتبر النادي الأهلي الفريق اللي لغاية دلوقتي لم يهزم في الدوري، كل فرق الدوري اللي بتلعب خسرت إلا النادي الأهلي. وطبعا احنا عارفين اللي في ناس كانت سهرانة وكانت نفسها تحفل زي ما احنا بنحفل عليها، بس احنا بنقول لهم فرصة سعيدة، مش احنا